من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى سنته بإحسان إلى يوم الدين. نواصل وصلكم الله بحبله قراءتنا في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى، ومع أبواب جليلة تطرب الأسماع وتلين القلوب. نسأل الله الثبات والمزيد من فضله. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. باب الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا قرأنا مرة، قرأنا. نشوف الباب اللي بعده، ترغيب في باب الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. هذا الباب الترغيب في نشر العلم والدلالة عليه. وهذا العلم الشرعي مما آثاره باقية في الحياة وبعد الحياة في البرزخ، وينتقل معك إلى يوم القيامة. ما أجمل هذا، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لا يلحق بك أي عمل إلا ما جاء النص به. وأنا ذكر أول شيء إيش؟ ماذا؟ أول شيء في الحديث، أول شيء إن مما يلحق المؤمن في من عمله وحسناته. من عمله ماذا؟ وحسنات سجل لك إيش؟ بعد موته علما علمه ونشره. علما علمه ونشره. هذه علم، هذه نكرة في سياق الإثبات تدل على العموم، يعني سواء كان هذا العلم كثيرا أم قليلا، بل حتى لو كان سنة واحدة. الله، انتبه. لذلك لا تحقرن من العلم شيئا ولو كان سنة واحدة. هذا يسجل لك وتكتب الحسنات ويلحقك في قبرك ويوم القيامة. تنشر، تعلم أهلك، زوجتك، أولادك، أقربائك، جيرانك، أصحابك، ولو سنة واحدة. هذا والله يا أخواني لا يفرط بمثل هذا.
هذا هو الكنز، وهذه الغنيمة التي لا تضاهى. علم تعلمه، تنشره، ثم أيضا بعد ذلك إيش؟ وولدا صالحا. ولد صالح. لذلك ما قال ولد، وإنما قال ولد إيش؟ صالحا. صالحا. لذلك احرص على أن تنشئ ولدك نشأة صالحة تنتفع به في حياتك وفي قبرك ويوم القيامة. ولد صالح. من هو الولد الصالح؟ صالح. الولد الصالح ايش هو؟ صالح يعني صالح في دينه، في أخلاقه، في عبادته، في تعامله، تمام؟ في كل ما يأتي ويذر. ولد صالح تعلمه على أول شيء هذا الدين، تغرس في نفسي وفي قلبي وفي عقلي هذا الدين، ولا أصلح من هذا الدين والله. والإيمان والعمل الصالح، أعمال الصالحة تعلمه الصلاة، تعلمه الوضوء والطهارة والصلاة، تأخذ بيدي إلى المسجد، إلى صلاة الجماعة، إلى مجالس العلم. يا سلام. تدله على دروس وعلى هذه التقنية التي فيها فائدة وفيها حسنات، وليس على ما فيه السيئات وفيه التفاهة وفيه تضييع الأوقات. بدك تتبع ابنك شو عم يسمع، شو عم يتفرج، أنت تدله، أنت ترشده، تعطيه اسمع هذه يا ابني، وتشجعه وتكافئه. وإلا إذا تركته وشأنه سيتخطفه شياطين الإنس ويأخذون بيده إلى ما يضره ويضرك، لا تنتفع به، يعني بضرك. ولد صالح، وكان أبوهما صالحا. كن صالح حتى يكون ولدك صالحا. ثالث وحده ايش؟ أو مصحفا ورثه. مصحف ورثه. توقف مصحف، مصاحف، تطبع، الثواب ينتقل لك في حياتك وفي قبرك وفي آخرتك. يا سلام. أو مسجدا بناه. مسجد بنى مسجدا أو شارك في بنائه. جميل. هذا مما يلحق المسلم، الثواب والأجر بعد موته. وبيتا ثم أو بيتا لابن السبيل بناه. بيتا لابن السبيل، أنت بنيت بيت للمار الذي يسافرون وليس لهم مكان ينزلون فيه، تنزل فيه هؤلاء. هذا الآن كان للأسف غير موجود، كان موجود عندنا سابقا، تراه بيسموه وقف أو ابن سبيل، وللآن موجود. أنا أعرف في مكة يوجد ممن وسع الله عليهم وهم أثرياء، أوقفوا عمارات كلها لأبناء السبيل، عمارات هنيئا لهم، ينزلون في هذه البيوت، عمارات، ما عندهم قدرة على دفع أجرة الفنادق ينزلون، وهناك من يتكفل بطعامهم وشرابهم الحمد لله الخير موجود. والله شيء عجيب. وأنا رأيت بعيني هناك من كان يكب الأكل من بعض الحجاج لكثرته، والله هذا رأيته بعيني، ما أحد أخبرني.
بكثرته بيجيبوا أهل الخير، وللأسف كل وتروك لا، بخبص وبخرب تعرفون شو بخبص عندنا، والله رأيته بعيني. ياما اتجادلت أنا وناس، إيش هو تدفع من جيبك؟ أعوذ بالله، هذا عليه وزر وليس له أجر. الذي له أجر الذي جزاه الله خيرا هو سعى في إطعامك، وجب لك أطعمة أو شيء فخم وطيب، مو شيء يعني هاد إيدك والحاني، لا والله، في الفطور وفي الغداء وفي العشاء وفواكه وأشياء الحمد لله الخير موجود. لذلك علينا أن نسعى وأن نحرص أن نكون على الأقل واحد من هؤلاء. كم واحد؟ علما علمه، علم، ولدا صالحا، ولد صالح، مصحفا ورثه، مصحف، مسجد، بيتا لابن السبيل. كم صاروا؟ 5. 5. كن واحد من ال5 أو شارك، ممكن تكون 2، ممكن تكون 3، تكون 4، ممكن. لا تبخس من الخير شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو بشق تمرة، ولو بسنة. سنة بقول لك يا أخي هي سنة، لا تشددوا. الله أكبر، هذا من الدين أم لا؟ سؤال، اللحية من الدين ولا لا؟ من الدين. إذن هذا علم ينتفع به. لا تشددوا علينا، لو راح نشدد معناته النبي سيد المتشددين. من الذي علمنا أن نترك اللحى وأن نطلق اللحى؟ من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الأنبياء والمرسلين. انتبهوا، إذا كنت مقصر لا تنكر على من كان متبع. إذا كنت مقصرا إياك ثم إياك أن تتبع من أن تنكر على من كان متبعا. ابكي على خطيئتك والزم بيتك وادعو الله أن يهديك. والله هذه أشياء يعني نسمعها من بعض، الله يهديهم يصلحهم، شيء يفطر القلب. والله مقصر وينكر على ايش؟ متبع. على المتمسك، عن المتبع. مصيبة هذه. عائل ومستكبر كما يقال، يعني المفروض المستكبر مين هو؟ الغني، لكن هذا عائل فقير ومتكبر، ما تجي. عائل يعني فقير ومتكبر، شلون هذه تجي؟ وهذا مقصر ومنكر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. تفضل. أو صدقة أخرجها من ماله في أي السادسة صدقة، أنا نسيت الصدقة حقيقة. صدقة في استعغيرها؟ صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. صدقة أوقفها، أخرجها، هذا يعني وقف، يعني بيحط له ثلاجة مي مثل ما بيقولوا، بس ما يكتب اسمه والفاتحة ومدري ايش والخاتمة تأخذه في الطريق، في المسجد، جميل. ناس تشرب، حيوان يشرب، طير، حتى الحيوانات لك أجر. في كل كبد رطبة أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الطير، حتى الحمام، حتى لو مر كلب وشرب لك أجر. فما بالك إذا كان بني آدم، فما بالك إذا كان هو مسلم، فما بالك إذا كان جارك، قريبك، صاحبك مسلم فقير كذا. الله، أين نضيع هذه الفرص؟ الله يغفر لنا ويعفو عنا يا أخوان، الله يتولانا ويعفو عنا. تفضل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده 3: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. مر معنا نفس هذا التكرار 3 في وقف، صدقة جارية، وقف، احرص على هذا. وجاء في حديث جميل أذكركم به
النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ماء أو حفر بئر أو ماء أو هكذا، أفضل الصدقة هكذا قال. هذا حديث ترى صحيح. تحفر بير، تفعلك ايش اسمه هي، ساقي الناس تنتفع بالماء، يشربوا بني آدم والدواب، لك أجر، والله لك أجر عند الله. نسأل الله أن يعيننا يا إخواني. تفضل. وتقدم حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. مر معنا هذا مرارا، هذا تكرار. هذه صدقة جارية، ولد صالح، علم ينتفع به. احرصوا على هذه الخيرات ولو شيئا قليلا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. انتبه الشيطان يضحك عليك ويوقعك في شراكه حتى لا تبذل وتدفع. يقول لك ايش هو هذا كلياته، شو بدك تسوي، كلها تمرة. أمس كنا ندرس في كتاب الترغيب والترهيب في مسجد المحسنين، الأدب المفرد. في الأدب المفرد. أنا شو قلت؟ ترغيب وترهيب. أخطأت، جزاك الله خير. في الأدب المفرد حديث عائشة. شو هو يا أبو عزام؟ المرأة التي أتت إلى عائشة. نعم. المرأة التي أتت إلى عائشة رضي الله عنها وعندها بنتين. هي نفس الحديث، هو نفسه هذا يا أبو أسامة، نفسه أمس قرأناه في الأدب المفرد الإمام البخاري أمس. ما رجع مع ولدين، في رواية صبيين وفي بنتين في رواية في مسلم. فجاءت تطلب، فقيرة يحق لها أن تطلب للحاجة وتريد للأولاد. فعائشة بيت النبوة ما في إلا 3-4 تمرات بس. يعني الآن تفتح البراد ما بتسكر. أعطتها 3 تمرات عائشة، ما هذا الموجود. شوف القليل تصدق به. فالمرأة، البخاري بوب في أدب مفرد قال الوالدات رحيمات. تذكر أبو عزام الوالد ولا ما كنت أنت؟ الوالدات رحيمات، لأن الوالدة هذه أخذت تمرة لها الصبي وتمرة لها الصبي، ومسكت تمرة إلى 3 تمرات. فأول صبي إيش؟ حل ضرسه، صحتين عوافي، نقرة ما يقتلوه أكلها صحتين عوافي، والثاني أكلها والأم لم تأكلها. فنظروا إليها الصبية، نظروا يعني كأنهم إيش؟ بدهم تمرة، يطلبون المزيد. هي تمرة، أعطينا هي اللي معك بإيدك. فالأم رحيمة، طلعت التمرة وإيش سويت؟ شقتها بالنص، أعطت نصف لهذا الولد ونصف تمرة لهذا الولد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت عائشة رضي الله عنها الذكية الفقيهة، فقيهة نساء العالمين، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي جاء يدربها ويعلمها ويرشدها. قال لها ماذا يعجبك في هذا؟ إيش اللي أعجبك؟ الفعل الأول ولا الفعل الثاني؟ هيك لازم نعلم الطلاب، نقول لهم أيهما أعجب إليك، هذا أنه أعطيت كل واحد تمرة ولا شقت التمرة إيش؟ شقين نصفين؟ أيهما أعجب إليك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ إيش؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه رحيمة، تمام؟ لذلك هذا يدل على الرحمة. شوف كيف النبي أعطاه شهادة وأخذت صك
لا تحقرن من أمرهم شيئا ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة. الله يتولانا يا أخواني، الله يتولانا، الله يعيننا، الله يعفو عنا ويغفر لنا ويستعملنا ويتقبل منا يا رب. تفضل. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 4 تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. الآن إيش الزايدة هنا عن ما مضى؟ رجل مات مرابطا، كان على ثغر من ثغور الإسلام ومات أدركته المنية وهو مرابط من حرس الحدود، يحرس الإسلام وأهل الإسلام، هذا أجره، هذه من فضل المرابط في سبيل الله. يتبعه في قبره الحسنات والأجر والثواب. يا سلام، هنيئا لمن أدرك ذلك ولمن حرص. إذن هي صاروا 4 الآن، صحيح؟ ولا أكثر؟ صاروا 4 عم بتكرر. اللي بعده تفضل. وعن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا. فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال عامله. هنا الدال على الخير كفاعله، يعني حديث صحيح. انقطع الزلمه بده شيء يركب عليه، ما في عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش ارشده؟ شوف كيف ايش قال له: ائت فلانا دله على الخير. النبي ما فعل، دله. الدال على الخير كفاعله، تدل على سنه، تدل على خلق طيب، تدل على فقير ليتصدق عليه، ليساعد. هذا كله على علم، على تهدي ضالا في الطريق ضايع، فقيرا محتاجا، تعلم جاهلا تدله، هذا يدخل فيه. لك من الأجر. تقول تفضل تعال في درس وانت ما رحت، ولو ما جيت لك أجر، لأن أنت دليته على المجلس هذا العلمي. نحن عندنا زهد، تعرفون، الله يهدينا ويصلحنا. عندنا زهد، وهذا كله من الأجور التي نخسرها، وهذا خسران لأننا ما كسبنا، والأمور بين أيدينا. والله المسألة مو صعبة، والله مو صعبة. الآن نحن كلنا الناس عم تستنى كأس العالم ومباريات، وما شاء الله بتلاقيهم مرابطين. هنيك المرابطة، لأن الرباط هناك. وإذا ما ربطت بقول لك اف أنت عجيب، يعني شلون عايش؟ إيه؟ أنا اللي عايش. واحد في قلي قلت له: لا اللي عجيب شلون عايش؟ أنا اللي عايش. قلت له: أنت الضايع. مسكين تعجب والله يا. قلت له: أنت الضايع، أنا اللي عايش. ماذا استفدت؟ ماذا حصلت من الثواب والأجر؟ هل كسبت رضا الله؟ هل كسبت ثواب الله؟ أما زعيق وبعيق وتنصر هذا وتؤيد هذا، واثنين كفر فجرة. الآن ما بقي غير الكفر الفجرة، ونسهر ومدري إيش، والله أكبر، كأنه انتصر الإسلام، كأننا مرابطون على ثغرة من ثغور الإسلام. هذا صار الرباط على المباريات. هذا كثير في الناس. إذا قلت له هذا أنت تخسر، بل عليك الوزر، لأن هذه رفاهية تافهة لا تجوز، لأن لا يجوز
اللعب إلا بالنشاب، القوس تمام، أو الرمح أو البندقية أو السباق، الإبل، الخيل، بس ما عدا ذلك من اللهو لا يجوز. ولو كان كأس البطيخ مبسمير. ماذا كسبنا؟ رجعنا القدس. ادعو لإخوانك في فلسطين أنفع لك وأفضل. وأنا متأكد لولا العيب بعض المشجعين لا يطلبوا الإيمان، الله يدعي له أنه ينتصر الفريق الفلاني عن الفريق الفلاني، بس بيستحوا شوي يعني. الحمد لله، خاصة إذا كانت دولة يعني إسلامية عربية، وتعرفون ما نكون غريبين يعني كم نسبة المهتمين؟ خلينا نسوي دراسة يا أبو عزام، شو رأيك؟ كم نسبة المهتمين والمرابطين على كأس العالم؟ وكم نسبة المهتمين مرابطين في المساجد؟ كم نسبة؟ شتان. في من ما بيصلي أصلا، وفي منهم بيصلوا لكن يعني الجماعة ساقطة عنه الآن. في منهم ما بيصلي لأنه هو في الحيض وفي الدورة. في منهم لا بيصلي بس ما بيصلي جماعة، مسكين، خسر، خاب وخسر، والله خسر. اهتم بالنافع في الدين أو في الدنيا، وابتعد عن التوافه الذي تحسب عليك ولا تحسب لك. هكذا تربي أولادك، هذا تغرس فيهم. تفضل. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما عندي ما أعطيكه، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. الله أكبر. من دل على خير فله أجر مثل إيش؟ أجر فاعله من فعله وقام به. هذا الدل، أن العلم عم تدل على الخير، بتدل على سنة، على خلق، على صدقة، على عطاء، على ولو بكلمة طيبة. أسأل الله يجعلنا منهم يا أخي. تفضل. ورواه البزار مختصرا: الدال على الخير كفاعله. الدال على الخير كفاعله. يا سلام، حديث كله صحيحة. تفضل. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تدعو إلى حسنة لك أجر كل من عمل بهذه الحسنة ولو بعد 1000 سنة. لذلك نحن الآن كلنا في رقبة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي مين في رقبة من؟ الصحابة أبدا إلى أن تقوم الساعة. يا سلام، انظروا أئمتنا كانوا يعلمون وكانوا في رقبتهم، لهم الأجر والثواب إلى أن تقوم الساعة. ما هذا العطاء، ما هذا الجمال والكمال. الله 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 الله. شو عم نستفيد المشايخ؟ الله المستعان. الله يصلح حالنا يا أخواني، الله يصلح حالنا. السيئة أيضا، ونفس حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله أجر إيش عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. من أول قاتل في أعوج الأرض؟ ابني آدم. هذا لا يصح.
قتل أحدهم، إيش في القرآن الكريم إيش الله سبحانه وتعالى قال؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. ابني قتل أحدهم الآخر، تمام، تقبل من أحدهما وتقبل الآيات. يعني هذا أول. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزر كل من حصل من قتل على وجه الأرض إلى تقوم الساعة، عليه وزر ابن آدم الأول، لأن هو الذي سن هذه السنة السيئة، القتل بغير حق. أما من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه وعي، لا هذا المشكلة هي أبو عزام، أنه هذا حتى كل من فعل كفعله يأخذ وزره، الوزر. هذه على خطيرة، أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما بالك إذا أنت تدعو إلى حياة القلوب والأرواح. يا سلام. نسأل الله أن يعيننا، نسأل الله أن يتقبل منا، نسأل الله أن يزيدنا من فضله. تفضل للسعفي. تفضل. وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموا أهليكم الخير. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا عمن؟ يا أيها الذين آمنوا. عمن؟ عن علي. هذه عن علي، وفي رواية عن علي نفسه يقول علموهم الحلال والحرام. علموهم الحلال والحرام. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. علمهم إيش هنا الرواية؟ علموا أهليكم الخير. علموهم الخير، علموهم الحلال والحرام. تفضل. باب الترهيب من كتم العلم. لا يكفيك، يكفي. حط لي إشارة خذ. يكفيكم، ما بدنا نزيد عليكم. بارك الله فيكم، نلتقي فيكم إن شاء الله. الله يكرمكم ويبارك فيكم ويتقبل منكم.